هو فعلا بيحب بجد ما بيبصش للإنسانة اللي المفروض بيحبها بصة شهوة في حل وحيد بس لو أبوكي. لكن لو بيحبها بجد ومفيش شهوة تبقى مشكلة. انت نفسك مش تبقي مش مبسوطة، انت نفسك هتحس ان انت فيك مشكلة، هتحس ان انت مش مالية عينه، فدي حاجة اصلا انت مش هتحبيها. فبالتالي احنا عندنا مشكلة في التشوه، انه يا اما يعني اللي هو التفكير القطبي يا ابيض يا اسود، مش قادرين نشوف ان الحاجة تقدر تجتمع مع بعض. ما نقدرش ان احنا نشوف انه يكون في حب حقيقي في وجود الشهوة. ليه؟ لان احنا متخيلين ان الشهوة دي ان هي حاجة سيئة، حاجة حقيرة، حاجة يعني بنتفهها جدا، الحاجة دي ما ينفعش، دي حاجة وحشة. مين قال ان الشهوة وحشة؟ الشهوة مش وحشة. المشكلة كلها في ضبط النفس، مش في الشهوة. مهم ان يكون في شهوة وانجذاب جسدي جنسي ما بين الطرفين، بس المشكلة كلها في ضبط النفس، اختيار الوقت المناسب للممارسة الجنسية ما بين الطرفين. فمهم ان هو يكون في القدرة على ضبط النفس، علشان لما يكون في ممارسة جنسية بعد الجواز تكون حاجة فيها احساس بالامان والاستقرار، وحاجة مشبعة للطرفين، عشان ما يبقاش فيه يعني تشوه وتلوث للعلاقة نفسها. فهنا المشكلة مش في الشهوة، المشكلة في ضبط النفس. ان احنا ما نشتغلش على نفسينا علشان نضبط نفسينا ونتألم للرقي، لانه صعب، لانه مش متشاف. ما عندناش امثله كده نقدر نبص لها ونتعجب ونقول الله وبرافو وحاجه جميله. فبالتالي اللي احنا محتاجين نغيره من طريقه تفكيرنا، ان احنا ما نبصش للشهوه على اساس انها حاجه وحشه، ولا نبص لها ان هي اهم حاجه في الدنيا، وان اهم حاجه في العلاقه هي العلاقه الجنسيه، وان هي دي الحاجه اللي بتحافظ على استقرار البيت. ده كلام مش مظبوط. لا هي كده ولا هي كده، هي جزء مهم من المعادلة ككل اللي بتنجح العلاقة واللي بتبني البيت والأسرة. زائد غير الشهوة الجنسية، المهم يكون في قدرة على الثقة ما بين الطرفين، وان هو يكون في احساس بالاستقرار وبالامان، وان هو يكون بالنسبة لك سند وانت بالنسبة له تقدري تكوني سند، ان يكون في قدرة على التواصل الجيد، انه في تفاهم ما بينكم، قادرين تشاركوا احداث حياتكم مع بعض، قادرين ان انتوا يكون عندكم طموحات في المستقبل، حابين ان انتوا تعيشوا حياتكم تحققوها مع بعض، الطموحات دي بتقربكم مش بتبعدكم، عندكم مبادئ مشتركة حابين تعيشوها مع بعض. فالموضوع مش بس شهوة، انما شهوة جزء من المعادلة، ما نتفهاش ولا نعظمها.